السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا وبناتنا طلاب المرحلة الثانوية العامة والأزهرية، أهلا بكم مع تكملة حلقات فيديوهات مراجعة اللغة الإنجليزية مع قناة تعلم الإنجليزية مع مستر وليد صفية. طبعا في البداية يا جماعة عاوز أنوه على حاجة مهمة جدا. كل طلاب الثانوية العامة طبعا يراجعوا معايا الفيديو النهاردة طبعا الامتحان التجريبي الاسترشادي للأزهر القسم الأدبي، زي ما رفعنا من يومين امتحان الأزهر القسم العلمي. النهاردة إن شاء الله هنوضح مع بعض امتحان الأزهر القسم الأدبي. طبعا طلبة كتير جدا بتراسلني على الواتس وعلى الخاص وفي تعليقات القناة، وبعض برضو أولياء الأمور بيقولوا إن طلبة الثانوية العامة طبعا ما بتستفادش من الامتحانات دي. لا، بتستفاد من هذه الامتحانات لأن المنهج واحد، اختلاف بس في القصة، بعض أسئلة مختلفة عن أسئلة العام. طبعا الإسلامك الأسئلة خاصة بالنواحي الإسلامية أو المقررات الإسلامية اللي بيدرسوها. طبعا الترجمة عندهم طبعا مش اختياري زي طلاب الثانوية العامة، أما القطع والجرامر والكلمات واكتب مقال أو باراجراف طبعا هو نفس الفكرة. يلا بينا عشان وقت الفيديو، يا رب بنزيد من التفوق والنجاح، وإن شاء الله ما تحملوش أي هم. هنكثف اليومين الجايين دول مراجعات وحل كتير من كتب كتيرة جدا، زي ما شكرنا طبعا إحدى الكتب الخارجية المشهورة كتاب أسباير. بنشكر طبعا سلسلة كتاب بروفيشنال قامت بإعداد هذا الامتحان طبعا بصيغة وورد أو PDF. يلا بسم الله. شهاب has lived in London space his childhood. طبعا يا جماعة برضو بالمناسبة إن امتحان الأزهر الأدبي نفس امتحان الأزهر العلمي باختلاف عدد الأسئلة، نفس الفكرة، نفس القاعدة هنا نفس القاعدة هنا، اختلاف بس المسميات أو شكل الجملة. قلنا مضارع تام زي المثال اللي قلناه في الأزهر العلمي برضه مضارع تام، وعندك his childhood يبقى since birthday since wedding since marriage since this since جملة كاملة ماضي بسيط. خد بالك إن since أو ever since ده علامة مش قاعدة، لأن لو قاعدة قبلها مضارع تام أو مضارع تام مستمر بعدها ماضي بسيط. يبقى شهاب has lived in London أو London since his childhood. بالك فور أي حاجة محددة من الثواني من الدقائق من الشهور من الساعات من القرون. طبعا زي برضو كلمة since last خلاف for the last. طبعا دي تذكرة سريعة للفرق بين for و since. طبعا مش كل حاجة في القاعدة، طبعا قلنا معظم الأسئلة بتتدرج على هذا النوع من since و for. يبقى هو شهاب عايش في لندن منذ طفولته. My brother space short stories for 3 years before. نفس الجملة زيها بالظبط قاعدة before في الأزهر علمي مع اختلاف المسمى الجملة. طبعا بيفور قبلها ماضي بسيط بعدها ماضي بسيط يبقى قبلها ماضي تام او ماضي تام مستمر. بس في الجمله لقيت عندك هاد ريتن ماضي تام وهاد بين رايتنج. اخترنا طبعا عشان في فتره زمنيه هي فور 3 years. يبقى اخويا طبعا هنا كان عمال يكتب قصص قصيره لمده 3 سنين قبل ما ينشر هذه القصص. يبقى هنا هاد بين ING ماضي تام مستمر past perfect continuous. I hope the exam طبعا جملة خاصة بتعبيرات المستقبل. hope وthink وpredict وbelieve وشور وشول زي ما قلنا في الأزهر العلمي. يبقى أول والمصدر جملة منفية يبقى want والمصدر يبقى I hope the exam won't be difficult. I regret arriving late. regret يعني يندم، لو جه وراها ING معناها يندم، جه وراها to والمصدر معناها يأسف أو يتأسف أن يقول شيئا أو يتأسف على فعل شيء. طبعا بتساوي should have تصريف ثالث. أنا ندمان إني وصلت متأخر يبقى I should have come on time. كان مفروض. خد بالك ان should او ought to have تصريف ثالث نفس معنى regret. وبالمناسبه طبعا قاعده wish او if only. I wish I hadn't arrived late نفس معنى الجمله دي. I wish او if only I hadn't arrived late او if only او I wish I had arrived on time. كلها معاني يبقى regret. خد بالك مهمه جدا. regret ING او not ING بتساوي طبعا wish او if only جمله كامله ماضي تام مثبت او منفي على حسب معنى الجمله. بتساوي should have تصريف ثالث او shouldn't have تصريف ثالث او ought to have تصريف ثالث او ouldn't have تصريف ثالث لو الجمله مثبته او منفيه حسب المعنى. يبقى انا ندمان ان وصلت متاخر، كان مفروض كان ينبغي علي ان اتي في الموعد المحدد او باكرا او مبكرا. Don't give up الفريزال فيربس حروف الجر يا جماعه. لا تقلع، لا توقف عن الامل، لا تتخلى عن احلامك. your dreams one day you will achieve them. في يوم من الايام هتحققها ان شاء الله، وانا متاكد ان كلكم ان شاء الله ربنا يكرمكم. الازهر
والثانويه العامه كل واحد يحقق حلمه بالكليه طبعا اللي نفسه فيها ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. رقم 6 I had my car repaired. طبعا نفس فكره الامتحان اللي فات علشان ما يبقاش فيه فروق فرديه او يحصل شكوى. امتحان الازهر مختلف، الادبي مختلف عن العلمي، لا ده صعب لا ده سهل. نفس تركيبه الجرامر او القاعده، الصيغه المسببه قلتها في الازهر علمي. I had my car repaired، انا خليت العربيه طبعا تصلح. طبعا دي جمله ماضي بسيطه اهيت. يبقى but I didn't get my room painted، ولكني لم ادهن الحجره، يعني لم اجعل الحجره يتم دهانها بواسطه النقاش، يبقى didn't get. افكرك تاني، have في اي زمن فاعل مصدر لو معلومه، have في اي زمن مفعول تصريف ثالث لو مجهوله، get في اي زمن فاعل طول مصدر لو معلومه، get مفعول تصريف ثالث في اي زمن لو جمله مجهوله. طبعا افتكر allow وبرميت وليت، طبعا بتوقع برضه وميك وكوز وفورس والكلام الجميل ده. وايل كانت اول جمله في امتحان الازهر العلمي التجريبي بتاع هذا العام. وايل ما فيش فاعل اي ان جي. واحد يقول لي يا مستر في بينج، هي مش مجهوله عشان تقول بينج، هي معلومه. يبقى وايل ويتنج فور ذا سكول باص اي ميت ون اوف ماي اولد فريندز. اثناء انتظاري لاتوبيس المدرسه قابلت واحد من اصدقائي القدامى. يا ريت اي استفسار اي تعليقات ما تحملش هم، راسل القناه، ابعت على الخاص. عندك طبعا في البايو بتاع القناه الواتس والانستجرام وكل طبعا تفاصيل، وصفحه الفيسبوك، وعندك طبعا الموبايل. لو في اي استفسار اي حاجه انا تحت امركم ان شاء الله بالتوفيق. ذا نيو اندر جراوند ريلوي لاين طبعا باي 2025 علامه مؤكده قلناها في الماضي المستقبل التام في حاله تعبيرات المستقبل مبني للمجهول اهوت. خط السكه الحديد، خط المترو الجديد طبعا ويل هاف بين بيلت سوف يكون قد تم بناؤه بحلول عام 2025. خد بالك ان باي وسنه في الماضي ماضي تام. لو قال لك ذا نيو اندر جراوند ريلوي لاين سبيس باي 2020 يعني 2020 هتبقى هاد تصريف ثالث. اما طبعا باي وسنه في المستقبل يبقى مستقبل تام، شوف بقى مجهول ولا معلوم. طبعا لو جمله مش مؤكده الحدث سيتم اخليها مستقبل بسيط عادي، والمصدر او ويل بتصريف ثالث. زي يقول لي مثلا بحلول عام كذا كل سكان العالم يتكلموا انجليزي، دي مش مؤكد، ما تقولش بقى ويل هاف سبوكن، تقول ويل سبيك. The manager spaced the meeting because he was seriously ill. ده في الماضي اضطر ان يؤجل الاجتماع، بوست بون وديلي وبوت اوف يؤجل. المدير اضطر يؤجل الاجتماع لانه طبعا كان مريض جدا. seriously ill يبقى had to، was supposed to، needed to كلها معاني was to كلها ضرورة في الماضي. My mother asked me to stop، طبعا stop تو المصدر يتوقف لكي يفعل الشيء، اما stop اي ان جي فعل شيء وما عادش بيفعله. طبعا ماما طلبت مني اني ايه، يبقى طبعا قلنا يا جماعه ستوب تو المصدر يتوقف لكي يفعل شيء، بيعمل حاجه بطل يعملها عشان يعمل حاجه تانية، او توقف لكي يفعل شيء اخر. اما توقف عن فعل الشيء مؤقتا او نهائيا ما عادش بيعملها يبقى اي ان جي. ماما طلبت مني اني ايه، ستوب تو باي بريد، ماشيين في السكه راكبين العربيه، اوقف العربيه عشان اشتري خبز because we needed it for lunch، محتاجينه للغدا. اما كان بيدخن ما عادش بيدخن يبقى ستوب اي ان جي. رامي want to go home until، خد بالك ان تل وانتل وبيفور بس تايم وذا مومنت وانس وين واس سون از لو جه بعدها مضارع بسيط او مضارع تام روح على طول لتعبيرات المستقبل بقى. ويل مصدر، ويل بي اي ان جي، ويل هاف تصريف ثالث، ويل هاف بين اي ان جي، جمله امريه صيغه جوينج تو. طبعا وونت دايما تل وانتل بتعبر عن النفي، طبعا قبلها يبقى بعدها ماضي تام او مضارع تام حسب الجمله. في وونت تو جو يبقى اختار هاز ارايفد، اوعى تختار هاد ارايفد. هاد ارايفد لو الجمله اللي قبلها didn't go، يعني مثلا اقول لك رامي didn't go home till او until Ali had arrived. اما رامي want to go home until Ali arrives او has arrived. نيجي بقى للجمل المشهوره جدا التعريفات الديفينيشن. تبلويد نيوز بيبر، طبعا الجريده ايه اللي صفحتها صغيره طبعا سمول بيجز اند لارج فوتوز وصور ضخم يبقى تبلويد. يسرا از اوفر ذا مون، ترى من فرحه. شي هاز وان فازت بايه اوورد فور هير كوليكشن اوف شورت ستوريز فور تشيلدرن. بالك من الوورد مكافاه، عمل حاجه كافئته، انما جائزه تكريم رسمي اوورد زي الفنون والمسرح والافلام والمباريات والكلام ده. she usually works hard she immerses herself in her work، طبعا immerse into. don't space the new nurse for breaking the machine don't scold، لا توبخ المريضه طبعا ما تعنفهاش عشان كسرت الاله. it was an accident، ده حادثه غصب عنها.
why don't you come over to my house. زيارة خاطفة طبعا، تزورني ببيتي بعد الشغل. اقتراح. I took a 10 minute، طبعا النعت والكلام ده قلناه كتير في الفيديوهات. اسم موصول بصفة طبعا، رقم اهوت وان، رقم نمبر، وبعدين طبعا الداش او الهايفن، واسم مفرد يبقى I took a 10 minute break. ممكن تقول I took 10 minutes break اس وبعدها ابوستروفي لو غيرت الجملة، او a break of 10 minutes من غير شرط والاس بتاع minutes عادية، زي a 3 room flat، a flat of 3 rooms، او 3 rooms اخرها اس وبعدها ابوستروفي flat. I took a 10 minute break to refresh my energy. What bad news؟ يعني من اخبار سيئة. The book had been leaked. تم تسريب الكتاب طبعا او الخبر او الموضوع before it was published، قبل نشره. My cousin is based at STEM school in العبور city، طبعا attends، دخل المدرسة او بيحضر المدرسة طبعا STEM في مدينة العبور. رقم 9 some people tend to، تميل الى ايه؟ procrastinate when it comes to paying their bills، ساعة دفع الفواتير بقى تقعد تماطل وتزايف. تايم طبعا مانجمنت، مصطلح إدارة الوقت، تدبير الوقت. is highly recommended، موصى بشكل جيد when running your own business، عند إدارة شغلك الخاص بك. she is very rich، هي غنية. she has inherited، ورثت inherited a fortune، ثروة from her late grandfather. you aren't working hard، you need to be more productive أو productive، يجب أن تكون أكثر إنتاجية وفعاليا، تكون مثمر أو منتج productive. قطعة سهلة جدا. هل سمعت لاحظت من قبل how busy the roads in Cairo are؟ ازدحام الطرق في القاهرة especially in the rush hour، خاصة في ساعات الذروة كل عام. more and more cars are using them، كتير جدا عم كده بيستخدم الطرق. these cars do a lot of harm، بتسبب طبعا أذى. not only do they disturb أو disrupt the traffic، ليس فقط إن هي بتعطل حركة المرور but they also cause pollution، بتسبب تلوث. عرفت كده القطعة بتتكلم عن إيه؟ خدت نبذة، مش شرط أقرأ كل حاجة. أشوف معاك الأسئلة كده مع بعض. what must be built now، ما الذي يجب أن يتم بناؤه الآن بسبب زحمة المرور؟ لو طلعت في قطعة طبعا هتلاقي الإجابة نفس الإجابة اللي مكتوبة عندك. multiple story garages and wide smooth street roads، طبعا جراشات متعددة الطوابق والأدوار، وطرق طبعا مستقيمة مستوية مش متعرجة، سموث كبيرة عريضة. سبحان الله موجودة في الفقرة الأخيرة هيت. another solution built multiple story garages wide smooth street roads must be built now in the place of all the narrow roads. نفس إجابة السؤال بالظبط. how can the problem of parking be solved؟ مشكلة الركن، تجريش طبعا parking، لأن نبني إيه؟ جراجات، أماكن للركن متعددة الأدوار. قلنا by building multiple story garages which means of transport should be banned. banned يعني يتم حظرها. prohibited إيه؟ وسائل المواصلات والنقل يجب أن يتم منعها في الطرق الحديثة. طبعا الكارتس، عربات الكار والتوك توك والسايكلز. where are the worst jams؟ إيه أسوأ أماكن ازدحام مروري؟ طبعا معلومات عامة، قطعة سهلة جدا. منطقة المدينة، وسط البلد، يبقى at the city center. السؤال اللي بيتكرر في كل امتحانات الازهر ادبي او علمي، قلنا يا جماعه الفكره تعرف على نوعيه اجزاء الامتحان شكله ايه، الاسئله شكلها ايه، عدد الاسئله ايه، بيجي على ايه بالظبط، كم كلمات، كم جرامر، شكل القطعه ايه، الشكل الاسلامك ايه، الازهر الادبي، الترجمه، الباراجراف او المقال. هات لي كلمه من القطعه معناها داون تاون، طبعا سيتي سنتر. ووري طبعا باينه خالص قلق او انزعاج، يبقى انكشتي طبعا القلق. نشوف بعد كده الاختيارات. what does the underlined pronoun them refer to؟ من غير مركز طبعا باينه خالص، اي طالب يحلها اكيد عايد على الطرق. car parks should be built، طبعا اماكن ركن السيارات، المواقف يعني يجب ان يتم بنائها يا جماعه. قلنا outside the city center، ابعد عن المدينه، خارج وسط المدينه. it is not surprising that there are traffic jams، ليس من المدهش وجود اختناق مروري because most families own cars، لان معظم الأسر بتمتلك سيارات. السؤال التاسع في القطعة، أي من الجمل الآتية أو القطعة بتقترحها طبعا للطرق الجديدة؟ building fly over bridge، طبعا الكباري المعلقة، مش بناء أماكن ركن في وسط المدينة، طبعا ما ينفعش. طبعا إنتاج عربيات كارو أكثر، طبعا ملاش أي معنى. إنتاج تكاتك أكثر. السؤال العاشر، إيه المشكلة دو درايفرز فيس اللي السواقين بيواجهوها after reaching a destination inside Cairo، بعد الوصول للمكان اللي هم عاوزينه داخل القاهرة. finding a place to park their car، طبعا دي مشكلة بتواجه الجميع، ان نلاقي مكان اركن فيه السيارة.
طبعا عندهم ده مش قصة، عندهم إسلامك، موضوعات إسلامية. What was Islam fundamentally based on؟ الإسلام كان مبني بشكل أساسي على إيه؟ طبعا Allah's will. on Allah's will أو الله will، طبعا إرادة ربنا. power، السلطة، القوة. support، الدعم، المساندة. guidance، الهداية، الإرشاد. and the firmest belief، والإيمان الراسخ of Allah's seal prophet، بخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. and messenger محمد peace be upon him. what did the man blame عمر for؟ الراجل لام عمر على إيه؟ الراجل لام سيدنا عمر على for his evil intention، نواياته طبعا أو نيته الشريرة towards prophet محمد، تجاه بروفيت محمد، تجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث how was عمر when he knew that his sister and her husband adopted Islam؟ كيف كان عمر شعوره طبعا لما عرف ان اخته وزوجها تبنم او اعتنقوا دين الاسلام؟ he was outraged، كان مستشاط غضبا، كان غاضب جدا. how did محمد peace be upon him؟ كيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم manage lady خديجة trade، كان بيدير تجارة السيدة خديجة. he managed it honestly، بأمانة and successfully، ونجاح. why did Allah create the jinn and mankind؟ ليه ربنا خلق الجن والإنسان أو البشر to worship الله، لعبادة ربنا، لعبادته. اختيارات بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم prayed to Allah to، دعا ربنا طبعا أو توسل لربنا to guide some people to Islam، يهدي بعض الناس للدين الإسلامي. فاطمة بنت الخطاب، فاطمة بنت الخطاب was the wife of، طبعا سيدة فاطمة كانت زوجة سعيد بن زايد. ليدي خديجة، طبعا السيدة خديجة rightly gained the honor، طبعا اكتسبت لقب أو فخر إن هي تكون شرف تكريم لها being mother of believers، أم المؤمنين because she was the wife of the prophet، لأنها كانت زوجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. the prophet طبعا grieved deeply، بكى بحزن for lady خديجة death، لوفاة السيدة خديجة. before the advent of Islam، قبل مجيء الإسلام. طبعا adultery was everywhere in Arabia. adultery طبعا يعني السبيلنج اعتقد غلط في الكتاب، نشكر برضه الكتاب على قد ما كتابته برضه، اللي هي الزنا كان منتشر جدا في الجزيرة العربية. adultery ADULTRY، وطبعا خانوا التعبير بس في السبيلنج adultery اللي هو الزنا. محادثة طبعا واللي زياد عاوز يستعير كتاب عن صحابة سيدنا محمد ذا بروفيتس كومبانيونز. طبعا اللايبريان أخصائي المكتبة، وكان يهيل بيو، كيف أساعدك؟ طبعا جملة خبرية I want I'd like to borrow a book about the prophets companions، عاوز كتاب عن صحابة سيدنا محمد. قال له well there are different books about the prophets companions، في كتب كتيرة جدا مختلفة عن صحابة سيدنا محمد. قال له on that shelf over there، على الرف اللي هناك ده اهو. يبقى السؤال بأين؟ where can I find them؟ كيف أستطيع أن أجدهم؟ 3 زياد سأل سؤال، فالأخصائي قال له you can borrow it for only a week، المدة بقى استعيره قد ايه؟ how long can I borrow it؟ اقعد قد ايه استعير هذا الكتاب؟ قال له you can borrow it for only a week. alright thank you very much، شكرا جزيلا. طبعا رد على الشكر يقول له you are welcome. السؤال الثالث طبعا اكتب باراجراف 120 كلمه عن اهميه التشاريتي ورك، مهم جدا، موضوعات سهله جدا. اهميه العمل الخيري، اقرا كتير، يا ريت تراسل القناه، يا ريت تكتب وانا اعلمه لك في التعليقات. ابحث في قائمه التشغيل هتلاقي مواضيع كتيره جدا جاهزه مكتوبه للقرايه فقط، وليس ان انا احفظها وارصها في الامتحان. عبر باسلوبك، وظف الكلمات والمصطلحات والجمل المشهوره، وراعي الجرامر، واكتب كتير، اغلط مره واثنين لكي تصل لافضل كتابه. نيجي للاخر، السؤال الاخير، الترجمه من العربي الانجليزي، طبعا مش اختياري زي العام. Egypt distinguished the location and great monuments make it a wonderful tourist destination. إن الموقع المتميز لمصر، إن الموقع الفريد، الموقع الرائع لمصر وآثارها العظيمة، الآثار يعني تجعلها مقصد رائع للسائحين. The main objective of technology، يبقى الهدف، الموضوع الرئيسي للتكنولوجيا is to make tasks، هو أن تجعل المهام easier، أسهل، الأعمال يعني، and solve the problems of mankind، وحل مشاكل الجنس البشري أو البشرية. besides improving work، بالإضافة إلى تحسين العمل، and make the world better، وتجعل العالم أفضل. ترجم إلى الإنجليزية، إن الماء أصل الحياة، يبقى water is the essence is the source of life، فبدونه تذبل وتهلك كل كائنات الحية. without طبعا of life without which all living things would wither and perish، تهلك أو تموت.
لذا يجب أن نوفر كل قطرة مياه. so we have, so we must, so we should. أي إجابة طبعا. to save every drop of water. أنا مش عارف طبعا أنت ممكن تقول إيه. fade FADE بدل weather. ماشي يا جماعة. هذا شكل الامتحان بالكامل. نشكر برضه سلسلة كتاب بروفيشنال. احنا مش بنطلع أخطاء الكتاب. نشكر كل الناس اللي بتساعد ولو بالقليل أو بأي حاجة لتوفر وتزيل كل العقبات والصعوبات لطلاب الثانوية العامة وأهاليهم. طبعا وصلنا لنهاية فيديو النهارده. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم واستفدنا بجانب الحل اللي موجود وعرفنا بعض المعلومات الأخرى القيمة. أبسط شيء منكم طبعا شير للفيديو لأكبر قدر ممكن عشان الكل يستفيد ويعود النفع على الجميع. ولو أنت أول مرة تشوف القناة يا ريت تشترك فيها، ومستني تعليقاتكم. وربنا معاكم وانتظروا المزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.